منك لما نرجع على طول. عندك جامعة. الجامع ده؟ بس ما تطلعش انت بقى فاكر صعب عليا بس دور واحد في هندسة دور واحد. في كده دور واحد. المبنى ده البحر يا سمسم. لا على اصلك أندلسية البحر قدامك كده على طول. ده المبنى شوف كده داخلين الفيلا. اول حاجة هنا طبعا جنينة اللي يحب يزرع، مساحتها حوالي 450 متر. تمام. ده هنا كده مربوعة او اوضة خارجية لاستقبال الضيوف، يعني بعيد عن البيت بحمامها. تمام اهو كده، ده المربوعة اهي. بعد كده نخش على البيت نفسه. هنا كده اول حاجة هنا الصالة. تمام، الصالة اهي. وبعد كده بنخش شمال أوضة، ادي الأوضة هنا كده. تمام. وبعد كده بحمامها، ادي حمام اهو بتاعها، تشطيب سوبر لوكس. وبعد كده حمام تاني هنا خاص برضو بالأوضة التانية اهو. تمام، التشطيب بتاعها اهو. بعد كده نخش هنا بقى على ده كده المطبخ. ده المطبخ، وجنب المطبخ هنا على طول في أوضة كمان اهي. وهنا شباك يطلعك على طرقة جنبيها. تمام. وبعد كده بنخش هنا كده مدخل باب الشقة من ورا، يطلعك على السطح فوق. وهنا كده سلم يدخلك جوه برضو البيت، بيطلعك على الجنينة هنا اهو. دي مساحتها 450 متر. تمام. السعر طبعا ان شاء الله اللي جاد هنتصل طبعا، هو هيكلمنا في التليفون وهنقول له على الاسعار بتاعت كل حاجة احنا بنعرضها ليكم في الفيديوهات. هنسيب رقم التليفون في صندوق الوصف، واللي يحب يستفسر عن اي حاجة احنا تحت امره في كل حاجة. كده اهو ده المنظر العام للفيلا من بره اه. فيها طبعا مية، وفيها صرف صحي، فيها كهرباء. كده يدخلك على شارع علم الروم. وكده دي قرية أندلسية برضو، ما بينك ما بين باب البحر مفيش حوالي 100 متر يعني. مساحة الشارع 10 متر، وكل حاجة تمام. للاستفسار طبعا هنسيب
رقم تليفوننا في صندوق الوصف اللي حابب يعرف اكتر او حابب ياخد فكرة عن الموضوع.